هؤلاء أحب الخلق إلى الله وأخوفهم من الله وأتقاهم لله. حالوا ولسان كل واحد منهم في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي. فكيف يكون حالي محمد؟ كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره؟ كيف سيكون حال العصاة وحال المفرطين والعصاة؟ سيكون عيسى ينظر إلى محمد فيأتون محمد وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الجن والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا ثم يفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد فأرأسك وسيطاق والساعة فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي. ما تخلى الحبيب عن أمته ولم ينس الحبيب أمته في أشد المواقف وفي أشد الظروف نادى بأعلى الصوت أمتي. فأين أمة محمد اليوم عن نصرة دينه؟ أين أمة محمد اليوم عن اتباع سنته؟ أين أمة محمد اليوم عن الذب عن شريعته والجهاد في سبيله؟ فيقال يا محمد ارفع رأسك وتصفى واشفى تشفى، فيقول يا ربي أمتي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كبيض من الزحام تظن أن الموقف قد انتهى، بل انتقل الناس من شدة إلى شدة، وانتقل الناس من أمر عظيم إلى أمر كثير، فيأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فتصف الصفوف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تقام الصفوف وتتقاطع الرؤوس وتسخط الأبصار وتتطاير الصحف وتوضع الموازين وتوزن الأعمال، ويتمنى الإنسان حسنة واحدة في ذلك المقام ألم تكن لي حملتك في بطني 9 أشهر وفعلت لك ما فعلت يا بني حسنة واحدة من مثل هذا اليوم العظيم. وكذلك يقول الأب لأبنائه فينادي كل منهم نفسي. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيعرف الناس أهلهم في ذلك اليوم؟ قال نعم يا عائشة إلا في 3 مواقف يوم تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان يأخذ الكتاب بيمينه أم بشماله، ويوم تنصب الموازين ما يدري ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات، وإذا نصب الصراط لا يدري أن يتجاوز أم يخلف مع الهالكين. فتعرض الصفوف ويأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فيبدأ يوم عسير مقداره 50,000 سنة كان صائما بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارف. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة،
لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتكلمون إلا غمزا، فكيف يكون حاله حالك؟ كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره ومع شدة الموقف والأهوال، فإذا بصيف قدروا الله حق قدره أظلهم الله في ظل عرشه في ذلك اليوم العظيم. أصناف سبعة يستظلون بظل الرحمن بظل عرش الرحمن الرحيم، فأين أنت منهم؟ قال الحسن البصري كيف أنت بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، وبينما هم على ذلك الحال وقوف انتيار جهنم لها 70 إمام، مع كل إمام 70,000 ملك يسجدونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ذلك ذكرا، سمعوا لها تغيظا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، لو تركت على أهل المحشر ماتت على برهم وفاجرهم. فلا إله إلا الله. على يوم سيعرض فيه الصغير والكبير، أمرنا الله بتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم، أمرنا الله بتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد، تتقطع الأحساب والأنساب، تتقطع الأحساب والأنساب. ثم يأمر الله بالحساب، فكيف أنت بمحكمة قاضي الملك الديان شعارها العظم اليوم إن الله سريع الحساب، وراق إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فبكى وقل، والله إنه حساب شديد. ذلك الذي سنحاسب فيه بالذرة، والله إنه حساب شديد. ذلك الذي سنحاسب فيه بالذرة، كم نظرتها وتغورت فيها تتعرض عليك ذلك اليوم، كم كلمة قلتها ونسيتها ستظهر عليك في ذلك اليوم، كم من أعمال عبدتها أصبحت سبعا ينفرها في ذلك اليوم، فتعرض الصفوف ثم يبدأ الحساب. تتخيل الموقف إذا قيل فلان بن فلان فلان ابن فلان استعد للعرض والوقوف لو ينادى عليك بين يدي ملك من ملوك الدنيا لارتعدت فرائضك، لو منت أن تقف بين يدي مسؤول
نرفع برأيك كيف أنت تقف بين يدي الذي ينام في قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل من الكتب كما بدانا أول خلق نعيده.